هلو بنات، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة. صلوا على محمد وخلونا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويلا نبدأ الفيديو. اليوم الفيديو من يوم رمضاني، سويت فطور سريع. مثل ما تعرفون اليوم آخر يوم رمضان. وأني يعني إحنا بعد ما محضرين هدوم العيد، فبسرعة سويت الفطور أني وأمي. طبعا أمي أني ساعدتها، هي سوت الكبة. ونزلت للسوق أني وخواتي واشترينا الهدوم. انتظروا الفيديو للأخير لا تعبرونه. ومثل ما شفتوا هنا البيت هوسة، كانت لماعين لأن يعني من الصبح قاعدين، وإحنا كان عندنا يعني خطار. تعرفون الأطفال ما يصومون، يعني الأطفال يظلون ياكلون، فنسوي لهم أكل، لهذا هيج صار هوسة. وهمين نقوم نحضر الفطور. طبعا أني بالعادة بالعطلة أحضره، أقوم من 2 أو من 3، بس وقت الدوام يعني ما ألحق فأحضره أكون متأخرة. ومثل ما شفتوا هنا أمي بلشت بعجين الكبة. طبعا إحنا أمي شلون تعجن الكبة؟ أول شي تخلي ما يتنقع الجريش، بعدين ترجع تعجنه مرة ثانية. على ما بين أمي عجنت العجين اللي هو الجريش، أني قليت اللحم. طبعا أول شي نقلي اللحم، بعدين شي أكيد نضيف له الفلفل، الملح، شوف شو انتو تخلوا له بهارات على راحتكم، كل يعني شخص حسب ما هو يحب. وبعدين نخلي البصل. هنا قليت اللحم كامل. طبعا غسلت قسم من الماعين، وأختي كملت بعدي الغسل، لأن تعرفون بدأ الفطور فما لحقت إني أكمل. طبعا تجهيزات الفطور تبدأ بالعادة ب3 أو ب2 إذا كان الفطور يعني فد شي أوفر. هنا خليت العدس على النار وصورت لكم الأجواء، كانت حيل حلوة. وهنا الشجرة طبعا بدت يعني على الربيع، على هاي الأجواء إيش قد حلوة صارت ما شاء الله. هنا مثل ما قلت لكم بديت أغسل الماعين. فأول شي أنا من أغسل الماعين، أول شي أشيل الوسخ من الماعين تكرمون، وبعدين أبدأ أغسل. حتى هنا يعني قبل ما أغسلهم أفيعهم بالمي، أخليهم بصفحة وأرجع أغسلهم. طبعا هيجي أحسن. وطبعا إحنا الفطور مثل ما قلت لكم أنا بديت أغسل المواعين وخليت الباقي على أختي. الفطور طبعا إحنا سوينا كوب جريش وكوب تمن. إحنا بالعادة نخلي على كوبة التمن بطاطا، وانتو حسب ما يعني يعجبكم وتريدون ترغبون. أكو يخلولها بس كركم. وهنا خليت البصل على اللحم وغطيته وبديت أغليه. ومثل ما شفتوا بلشت أعجن الجريش. طبعا أمي ما تقدر تعجنه، فأنا عجنته إلها وكملت كل شي. طبعا تعرفون انتم من يصير وقت الفطور الوقت يمشي بساع، فما نلحق يعني ما شاء الله. والحمد لله. طبعا أنا تأخرت بنشر الفيديو وأعتذر عن هذا الشي، بس تعرفون انتو هذا الفيديو كان آخر يوم رمضان. صبحنا ثاني يوم كان علينا العيد، وتعرفون انتو بالعيد الخطار الناس رايحة جاية، فما لحقت اني أصور لكم إياه. وهنا مثل ما شفتوا طبعا إحنا بالعادة من أسوي الكبة، إحنا من نسويها نسوي مرق سلق، بس هالمرة تعرفون الوقت مشى وسلق ماكو، فسوينا مرق بصل على شحم. طبعا جربوه الطريقة تجنن، المرق حيل طيب ما شاء الله. قليت الشحم. طبعا الشحم من تخلونه للمرق قلوه إلا يصير أصفر، لأن من راح تخلون عليه الماي وتخلون عليه شو اسمه، حتى لو تخلون معجون راح يصير لونه أبيض، يطلع شكله ما حلو أبد. هنا قليت الشحم إلا صار لونه أصفر. خليت البصل قليته شوية وخليت له المي. تعرفون انتو البصل يعني ما يريد له شي دا يستوي، فأخلي شوية يتقلى وأخلي له مي والمعجون بساعة، يعني الحمض مثل ما نقول إحنا. وهنا طبعا تقريبا خلصت قسم من الأكل. على ما بين أني قاعدة أسوي مرق، أمي كببت الكبة تقريبا خلصتها نصها. أه وأني بديت أني كنت مخلية المي على النار. طبعا المي ملح وليمون جزيء، يعني شي أكيد كلكم تعرفون. وإذا تريدون الطريقة كاملة اكتبوا لي بالتعليقات، شي أكيد راح أصورها لكم. وبديت بسلق الكبة تقريبا قبل نص ساعة من الفطور، بديتها السلق والقلي. هم قليت الكبة يعني هنا على هاي العين أسلق وعلى هاي العين أقلي. وطبعا أني صورت لكم الفطور مثل ما تعرفون، إذا ما أحد يذكرني أنسى أصور لكم هو. فمن خلصنا فطور طبعا رتبنا السفرة، غسلنا المواعين، وسهمكم ألف عافية، كان طعم الكبة حيل طيب.
طبعا بعد ما خلصناه نزلنا على السوق أنا وخواتي، تعرفون إحنا بعد ما كملنا المشتريات مال العيد كل شي ما اشترينا. ما شاء الله رمضان كله قضيناه بس تعزيل وطبخ وهاي الأشياء، وهم تعرفون دوامات على ما بين نطون عطلة بدينا إحنا نشتري ونكمل الأغراض. وهسه راح أراويكم شنو اشتريت ملابس للعيد. طبعا مشترياتي لهذا العيد كانت حيل بسيطة. طبعا افترينا بالسوق وشفنا كثير أشياء، يعني كثير موديلات، كثير أشياء يعني، بس أني هذا اللي عجبني وحسيت ألوانه حلوة، وأني أول مرة أشتري هاي الألوان الصراحة، خاصة هذا اللون. طبعا هاي الدشداشة أول مرة أشتريها، وأختي هم نصحتني قالت خذيها اللون حيل حلو. وهذا الملفع اللي هو لونه صاير وردي كاكاوي، والله ما أعرف شلون. هم أول مرة أني أشتري هيج ملافع الصراحة، أنا أبد ما مشترية من هاي الملافع، يعني أنا بالعادة جرجيت أو أشتري إشار. ومثل ما تعرفون وهنا اشتريت هاي الشنطة. تعرفون دوام جامعة وهاي الأشياء. وأني عندي عباية طبعا خليتها للعيد، أنا ما اشتريت بس هدوم بيت، يعني شي بسيط بسيط وعلى قد الحال. وهاي الشنطة طبعا أنا كلش كانت عاجبتني وشفتها، طبعا نسقت اللون ويا العباية، حتى لون الإشار نسقته ويا العباية لون الملفع. وطبعا حيل طلع حلو على العباية يعني لاق. ومثل ما تعرفون أني ما أشتري لا مكياج ولا عطور، أنا أحب البساطة وأبد ما أستعمل هاي الأشياء، خاصة أنا عندي حساسية من العطور وهاي الأشياء. وهنا اشتريت هاينكات. طبعا الهاينك كان على 5. تعرفون انتوا إذا توصلون يعني من النت أو شي تقريبا التوصيل ياخذ نص الفلوس، التوصيل أقل شي 5، يعني ما الواحد حتى ما مدري شلون. فاشتريت هاي الهاينك صراحة ما لقيت على لون عبايتي، مثل ما تعرفون العباية ردانها كبير حيل، فلازم ألبس عليها هاينك، فاشتريت هاي الألوان كنت مضطرة صراحة. وهنا اشتريت الإكسسوارات. طبعا حبيت هاي الإكسسوارات حيل. طبعا كان أكو كثير معروضات صراحة ما قدرت أصور لكم لأن السوق كان حيل زحمة وما شاء الله مليان. تعرفون آخر يوم أكو ما مكملين اللي عندهم أطفال، يعني هم دوامات فهاي الأشياء، فما شاء الله السوق كان مليان يعني ما قدرت أصور لكم كل شي. اشتريت هاي القلادة، شوفوا ما شاء الله شقد حلوة، ناعمة ومثل ما يقولون سمبل شي بسيط. واشتريت هذا مروح الأظافر. تعرفون يعني الصبغ هاي الأشياء، صبغ الأظافر حيل يطلع حلو، خاصة إن تلبسون هدوم جديدة هاي، حتى إذا ما تلبسون هدوم فمن تصبغون تريدون تصلون أو شي تمسحونه بالصبغ. وشي أكيد الجوارب لا غنى عنها. طبعا هاي الجودة من الجوارب حيل زينة، أنا مجربتها تطلع ثخينة مع إنه هي صيفية. وهاي مثل ما نقولها ستريجات أو أنتوا تقولوا لها كالونات، يعني حسب ما واحد يقول لها. ف اشتريت 2. طبعا هاي الدشداشة ما صورتها لكم، صورت لكم أنا الغرفة متاع شلون عزلتها رتبتها، تعرفون كانت هوسة. طبعا هاي الدشداشة الثانية حيل حلوة وعجبتني، خاصة النقشة اللي بيها حيل حلوة ومرتبة. وهنا بلشت تحضير، يعني شلت الإكسسوارات خليت كل شي بمكانه. إن شاء الله تكون مشترياتي عجبتكم، اكتبوا لي بالتعليقات شنو أكثر قطعة عجبتكم وشنو أكثر شي عجبكم من العرض تقولكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، لأن هذا الشي يشجعني أستمر وأنشر لكم فيديوهات هواي. أحبكم هواي، أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، مع الألف سلامة.